بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. يتجدد لقاءنا من داخل معرض المواطن اولا رد الجميل اللي بتنظمه غرفه القاهره التجاريه برئاسه المهندس ابراهيم العربي وبالتعاون مع المحافظه، والان من حي باب الشعريه. والنهارده هنستعرض لحضراتكم اخر المستجدات واراء المواطنين والعارضين بالمعارض، ونرجع لحضراتكم من جديد. احمد مختار عبد الحميد، مسؤول في الشركه المصريه لتجاره الجمله، مشرف المعرض بتاع باب الشعريه تابع للغرفه التجاريه. حضرتك كان عندنا السكر والرز والزيت، طبعا دي سلعه استراتيجيه مهمه جدا للمواطن المصري، والشركه المصريه لتجاره الجمله التابعه لوزاره التموين طبعا لشركه القابضه للصناعات الغذائيه بتوفر هذه السلع للمواطن المصري باسعار مخفضه بتتعدى نسبه الخصم من 20 ل 25%. طبعا يا فندم، المواطنين بيجوا طبعا من كل انحاء محافظه القاهره والجيزه، وفي زحام شديد واقبال شديد جدا على المعرض الموجود هنا بباب الشعريه لانخفاض الاسعار للسلع الموجوده بالمعرض. والله هو الثلاث سلع موجوده، السكر والرز والزيت، طبعا لارتفاع الاسعار الثلاث اصناف دول في السوق الخارجي. في الثلاث اصناف دول اسعارهم، الرز مثلا بيتراوح سعره بره دلوقتي من 25 جنيه، واحنا طبعا بنبيعه ب 14 ونص. اما الرز برضو، اما السكر بيتباع ب 20 جنيه 21 جنيه، بنبيعه ب 14 ونص برضو. الزيت عندنا 800 مللي بيتباع ب 35 جنيه، بره بيوصل 45 جنيه لحد 47 48. فطبعا زي ما حضرتك الاسعار مخفضه جدا، نسبه خصم عاليه، فبالتالي لازم يبقى في اقبال شديد جدا من المواطنين على المعرض. معاك محمود هنا تبع جزارة باب الشعرية. بإذن الله أنا عندنا لحوم بقري ولحوم ضاني وعليها إقبال كويس يعني بإذن الله. بمناسبة الخصم يعني احنا اللحم بره بتتباع ب 300 وب 270، احنا بنبيع هنا الكيلو ب 180 جنيه وب 190، والمفروم ب 170، ولحمة بلدي. وكل يوم بيجي لحم بعظمه الصبح بلدي والناس بتشوف يعني عليه إقبال. النهارده كنا جايبين 4 عجول، الحمد لله ربنا كرم زي ما انت شايف كده. وعندنا مفروم وكبده وبفتيك وضاني، وبنعمل سجق وبنعمل همبرجر وبنعمل كفته، وكل حاجه موجوده متوفره يعني باذن الله. اكبر سلعه اللحم البقري. اللحم البقري عليه اقبال جامد عشان رخيص عن بره، بتاع ب 100 جنيه. اسمي هشام زغلول، منظفات زغلول. عندنا كل حاجه عليها خصم 50%، يعني الحاجه بره ام 100 عندنا ب 50 جنيه، الحاجه ام 200 عندنا ب 100. جميع انواع المناديل كلها عليها تخفيضات 50% برضه. انا هنا اولاد علي الاسم علي محمد علي، بنبيع مواد غذائيه، والحمد لله في اقبال كبير جدا جدا من المواطنين، وفي عروض كتير جدا بتنزل. عندنا عروض على الزيت والسكر باذن الله، في زيوت جايه باذن الله النهارده، وكان عندنا امبارح برضو عروض بتاعت زيوت، وكان في زيت عامل 35 700 جرام، وكان في زيت عامل 670 جرام عامل 38 جنيه. وعندنا بفضل الله عروض كتير جدا هتنزل، والورقه بتاعت الشركه عندنا فيها يميش باذن الله ومكسرات وكل حاجه، وفي شنط بتاعت رمضان،
وفي الكميه اللي احنا محتاجينها باذن الله. والاقبال هنا كبير جدا على الزيت والرز. الزيت والرز محتاجينهم جدا المواطنين، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي في اقبال عليهم، ونحاول نظبط الاسعار عشان الدنيا تمشي مع بعض. عماد محمود احمد. والله حلو جدا ونافع ناس كتير، وفي نسبة معقولة من الاسعار حلو، يعني متفاوتة 20% 10% 30% في حاجات. لا هي ارخص برضك من بره، في حاجات كتير قوي قوي ارخص من بره، وفي حاجات منزلها الحكومة برضك رز وسكر وزيت مدعى، اسعارها معقولة جدا بدون اسم، يعني اغلبيتها متوفرة بنسبة في السكر وفي الزيت وفي كل حاجة. أنا نعيمة محمد. الحمد لله على كل حال حضرتك، والدنيا زي الفل جميلة والله، وأحسن من أي شيء، ونحمد ربنا على كل حال. وهنا أحسن من أي مكان بره خالص والله، جميل خالص كويس، وأحسن من بره بكتير طبعا خالص. وربنا يدومها نعمة على الناس يا رب، ويعودها على الناس كلها بخير، وكل سنة وانتم طيبين. خالد انور. بالنسبه للمعرض المنتجات كويسه وكل حاجه تمام، بس اللحمه هنا ب 180 وب 190، بره ب 300 جنيه. بالنسبه لبره مناسبه. حضراتكم شفتم حالة من الطمأنينة والارتياح تسود آراء المواطنين والعارضين حول المعرض الداعم للمواطنين في ظل دخول شهر رمضان المبارك. شكرا، واشوفكم في تقرير جديد.